حلقه فيديو ياسر حلو، يعني اقمصه لاعبين منتخب المغرب باسمائهم في مدن مغربيه في كامل انحاء المغرب. نقرا لكم القائمه مادام تشوفوا صور من الفيديو. ياسين بونو من الهلال، القجوي الوحده، بن عبيد فتح الرباطي، عطيت الله الوداد مزراوي بايرن ميونخ، سايس الشباب، اجرد من ويست هام، يونس عبد الحميد رانس، شادي رياض بيتيس سيفي، عبد القادر اكبر الافيس، حكيمي بي اس جي، محمد شيبي بيراميدز المصري، في وسط الميدان امرابط مانشستر، وناحي دوام، سليم ملاح فالونس، ريتشاردسون من رانس، العزوزي من بولونيا، الخنوس من جانك، وصابيري من بي اس في الهجوم زياش غالاتا سراي، نسيري سيفي، الكعبي اولمبياكوس، تيسودالي لاغونتواز، امين عدلي باير ليفركوزن، امين حارث لوام، سفيان بوفال الريان، يعود سفيان بوفال لقائمه المنتخب المغربي، و عز الدين العبدي من بيتيس سيفي. تسمع الاوروبيه، الانديه الاوروبيه اللي يلعب فيها منتخب المغرب الملاعبيه على اعلى مستوى يا كابتن. اي معناها شو معناها مش تعمل ملاحظه ان شاء الله اللي هي تفضل. والله ينجموا هذوما الاسماء هذوما يشاركوا في اليورو، يشاركوش في الكار. يشاركوا في البارح قلت لنا 3 منتخبات يعملوا الدرجه يلعبوا في اليورو. تشوف انت الانديه نتاعهم في اعلى مستوى. عنده لاعبين محليين يا ودي شوف يا ودي على لوساتور دي كلوب لا 11 رونترون دي بروفيسيونيل. عطيت الله رونترون في الوداد يلعب على الجهه اليسرى رونترون ملاعبي كابتن. ودي شو خويا صح عليهم فهمتي ولا عندهم قاعده تاع ملاعبيه معناها ومازال عندهم ان في اكستراوردينير. مازال كابتن عندهم اكاديميه محمد سيد زاد بقى واجدي خويا تو برا راهو تتعدى على الاصناف العمريه، تتعدى مو 16 17 18 بعد اسبوار وبعد سينيور. اما باش نحط طول انا ما عنديش اسمه انا الملاعبي تاع برشلونه هذاك كان عندنا تو نقول لك ما يلعبش معنا اسمه المغربي عاد اسمه شكون تحكي تاع برشلونه ما عادش خرج يامال تحكي لا زلزولي لا خرج وساسونا زميل عيطوا له يامال. كان عندنا مش خاص كان عندنا واحد في تونس اسمه كيما كيكا. تعرف كابتن قلت حاجه مهمه انت توا اللي هي سبب المشكله بالكره في تونس، اللي انت قلت ما تنجمش تجيب ان جوار ديريكتومون سينيور يتعدى بليكادي والجونيور الاولمبي. تعرف المشكله في تونس شنو اللي هي تبدا من غادي مشكله انتقاء اللاعبين. شكون لو احنا اذا كان عندنا من ينتقي من تعرف المشكله في اللي كلوب تبدا من الكلوب حتى تمشي كيت ناسيونال. 11 لاعبا من الذين صنعوا الانجاز للمنتخب المغربي في بطوله كاس العالم فيفا قطر 2022 استبعدهم وليد الركراكي من قائمه المنتخب المغربي المشاركه في كاس افريقيا كوت ديفوار 2023. ارحب مجددا بضيفي هنا في الاستوديو وابدا بك منير آية صالح. ما رايك بما قام به وليد الركراكي في هذه القائمة باستبعاد 11 لاعبا؟ نعم هي لائحة منطقية بالنسبة لنا، لأن كنشوف أنها أقوى من حتى من لائحة كأس العالم. يعني لما تشوف الأسماء المنادات عليها فهي أسماء كبيرة، أسماء اللي عندها الجاهزية، لأن كنتكلموا على اللائحة فحنا كنتكلموا على الجاهزية الآنية، ما نتكلموش على يعني الخلفية. لما كنتكلم على الخلفية أن لاعب عنده مكان بتاعه في المنتخب ولكن الحين ما كيأديش بالشكل الجيد ما يمكنش ننادي عليه، لأن البطولة كتآمن بالجهوزية وكتآمن بالتنافسية وكتآمن بالجهوزية مش على المستوى البدني، على المستوى الذهني، على المستوى النفسي. فلما كنشوفوا يعني اللائحة فيها 3 حراس، 9 مدافعين، 6 من وسط الميدان، 9 مهاجمين، يعني كتحس بأن لائحة مفكر بها بشكل عقلاني، لأن لائحة اللي ممكن أنك تلعب بها سواء بتنشيط هجومي أو تنشيط دفاعي. وهذه أشياء اللي ما كانتش حضرت الوليد الركراكي، لأن الوقت اللي كانت كأس العالم وليد الركراكي ما كانش عنده الوقت أنه يعني يوضب لائحة بهذا الشكل. ولكن الحين كنظن أن اللائحة هي قوية، لائحة منطقية إلى أبعد حد. هناك كلام على بعض الأسماء مش كثير، اسم ولا اسمين، ولكن كتبقى دائما معروف في العالم ما فيش إجماع على لائحة المنتخبات، دائما في أشياء رد وأخذ. كابتن وائل، ما حدث اليوم من قبل الكابتن وليد الركراكي هو أنه لا مأمن لأحد في هذه التشكيلة، إذا لم تقدم الأفضل فلن تكون متواجدا في المنتخب.
هذا المنطقي يعني بالنسبة لوليد الركراكي لا مكان للعاطفة في المنتخب المغربي. اللاعب الذي يؤدي جيدا، اللاعب الذي له نسق المباريات، اللاعب الذي قادر أنه يفرض نفسه في المنتخب المغربي هو اللاعب الذي يستحق الدعوة للمنتخب. وأعتقد هذه اللائحة حسب رأيي وهو أقرب من الجميع لهؤلاء اللاعبين، هذه اللائحة التي تستحق التحول إلى المغرب. ثم يعني لو في انتقادات او شيء راح تكون بعد المشاركه في هذه، يعني انا نلوم على الاشخاص اللي تبدا قبل ما تبدا البطوله وتبدا الانتقادات، ليش هذا لا، ليش هذا لا. هذه اختيارات مدرب، من المفروض كل الناس تصطف وراء المدرب، تصطف وراء المنتخب الوطني. بعد ما يخلص البطولة على ضوء النتائج اللي باش يسويها المنتخب تصير الانتقادات. لكن اعتقد انه الركراكي العمود الفقري نتاع المنتخب موجود بونو، موجود سايس، موجود مرابط، موجود أناحي، موجود زياش، موجود بوفال، موجود نصيري. يعني هذوما اللاعبين اللي شاركوا في اغلب مباريات كاس العالم، وهذوما اللاعبين اللي قاعدوا في الذاكره نتاع العرب يعني اجمعين، يعني مش يعني الفريق المغربي فحسب. بالتالي اعتقد انه وليد الركراكي يعرف جيدا ماذا يفعل مع المنتخب المغربي، خاصة وأنه عنده الطابع وأنه قريب جدا للاعبين، ويعرف اللاعبين متى يكونون في التوب فورم، متى يكونون متوسطين. لذلك أعتقد أنه رأى أنه هنا الفرصة تسمح لاستدعاء بعض اللاعبين الجدد. بالنسبة للمنتخبات في الأغلب كابتن منير، كنا نرى دائما وبشكل دائم أن أغلب المدربين يميلون إلى اللاعبين الذين حققوا الإنجاز، حتى وإن كان هؤلاء اللاعبين وصلوا إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم. وليد الركراكي فضل التغيير، فضل المنافسة، فضل اللاعب الذي يجوع من أجل أن ينافس مع المنتخب المغربي في بطولة كأس إفريقيا. نعم، أي ناخب وطني هو عنده مجموعة من المعايير على أساس أنه يوظب اللائحة، لأن المعيار الأول وهو معيار جاهزية وتنافسية، المعيار الثاني وهو الأهداف المسطرة للمنتخب. احنا رايحين نجيبوا الكاس، رايحين ناخذوا صف رابع، ناخذوا صف ثاني، يعني عندك أهداف مسطرة يلزمها تكون يعني تتماشى مع اللاعبين اللي عندك موجودين في اللائحة. هناك مسألة أخرى كما نتكلموا عليها وهي نوعية البطولة، لأن لما كنتكلموا على بطولة كأس إفريقيا مش هي بطولة كأس العالم، لأن في لاعيبة اللي ممكن ينجحوا في كأس العالم ولكن في كأس إفريقيا يلقاو مشاكل. على سبيل المثال لما حنشوفوا حتى في التشكيل، فالركراكي راعى لهذه الأمور، لأن خلى 15 لاعب شاركوا في الكان السابق، 15 لاعب يعني تقريبا أكثر من نصف اللائحة، وخلى هادو ثوابت اللي ممكن أنهم تخلي داك نقولوا داك الجاهزية والتوازن على مستوى، أول شيء على مستوى الأداء الفني، على مستوى التشكيل، على مستوى حتى طرق اللعب، لأن طرق اللعب تختلف من كأس العالم لكأس إفريقيا، لأن في كأس العالم ما كانش مفروض عليك انت اللي يعني تسوي العمل، ولكن الحين انت تلعب على ردة الفعل، تلعب على الفعل مش على ردة الفعل. في كأس العالم كنت تلعب على ردة الفعل، دابا الحين حتلعب على الفعل، لأن المنتخب المغربي هو مرشح ضمن المرشحين الآخرين، فمفروض عليه يسويه هو، يعني هو اللي نقولوا هو اللي يسوي اللاعب. فهنا كتطرح مسائل أخرى، يعني تغيير في السيستم، تغيير في شاكلة اللاعب، في التشكيل، يعني حتى على مستوى التشكيل حيكونوا 100% حيكون تغييرات، لأن حنميلوا شوية للتنشيط الهجومي، لأن لو نشوفوا على مستوى كأس العالم كنا ندافعوا كثير ولكن كنا نلعبوا بالمرتد. الحين ممكن أشياء حتتغير كثير، حتى الأسماء اللاعبة اللي جايين، لأن كنشوفوا حتى نسبة المهاجمين الموجودين تقريبا 9، يعني في اشياء حتكون متغيرات فنيه حيفاجئنا بها وليد الركراكي ان شاء الله. هذا ما يقودني الى سؤال مهم جدا، ان المغرب وصول المنتخب المغربي الى نصف نهائي كاس العالم يجعل مباريات المغرب في كاس افريقيا فيها حده وتنافس اكبر، لانك ستريد ان تفوز على المنتخب الذي استطاع أن يصل للمركز الرابع في كأس العالم. بالضبط، يعني هي الضغوط الآن مسلطة على المغرب. أعتقد أن الضغوط كلها مسلطة على المغرب باعتباره الفريق الأفضل في آخر مشاركة في كأس العالم، والفريق الذي خطف الأضواء في كأس العالم. بالتالي هنا العامل هذا ينجم يكون عامل سلبي وينجم يكون عامل إيجابي على حسب كيف سيأخذه اللاعبون. فما نقطة مهمة ومهمة جدا ذكرها الكابتن، وأنه الركراكي اعتمد لاعبين شاركوا من قبل في مسابقات كأس إفريقيا، وهذا مهم جدا، لأنه ليس من السهل المشاركة في مسابقات كأس إفريقيا. السفر إلى إفريقيا
ليس السفر إلى أوروبا أو إلى قطر أو إلى بعض الملاعب الأخرى. ملاعب صعبة، بيئة صعبة، صحيح يا أن الأمور تحسنت كثير وكل، لكن تبقى لا مقارنة ببعض. بالتالي المنتخب المغربي أعتقد أنه تحت الضغط، الفريق الذي يرغب الجميع في هزمه، الفريق الذي يريد الجميع هزم المغرب للإحساس بأنه فريق قوي أيضا. بالتالي هناك ضغوط كبيرة والمغرب مطالب بأخذ الحذر حذر شديد. بكل تأكيد. الآن نتحدث عن قائمة المنتخب المغربي ونبدأ بحراسة المرمى كابتن منير. ياسين بونو، منير المحمدي والمهدي بن عبيد، كيف ترى هذه الخيارات؟ خيارات ربما هي منطقية على الورق، خصوصا أن ياسين بونو تألق بصورة كبيرة في كأس العالم وتألق مع إشبيلية وواصل هذا مع نادي الهلال. نعم، هو خيارات منطقية، لأن لما كنشوفوا ياسين بونو فياسين بونو كيتعتبر من أحد المفاتيح اللاعب بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، لأن لو شفنا في كأس العالم كيف أنه كان عنده دور كبير في وصول المنتخب المغربي للنصف النهائي. المحمدي يعني الحارس الثاني فهو حارس ممتاز، حارس اللي كان سابقا هو الحارس الاول للمنتخب المغربي، وكان في الكان هو الحارس الاول، فهو عنده مستوى عالي، مستوى يعني حتى التجربه، لان كما كنعرفوا ان حارس المرمى من الاشياء اللي لازم تكون عنده هي التجربه الكبيره. كل ما الحارس يزيد في السن كل ما يخسر، كل ما انه كيكون يعني في المستوى العالي. والمهدي او بن عبيد هذا حارس تاع الجيش الملكي، حارس واعد 25 سنه، مستقبل شباك المنتخب المغربي. عنده يعني اشياء اللي هي كنشوفوا انه حيكون يعني مستقبل الحراسه في المغرب، وحتى طريقه يعني حراسته للمرمى كنشبه تقريبا بالزاكي، حارس ممتاز، حارس اللي كي يبلي البلاء الحسن مع الجيش الملكي. فبالنسبه لي ثلاث حراس يعني يستاهلون انهم يكونوا في اللائحه. كابتن وائل، ياسين بونو ما قدموا هذا الحارس يحتاج ان يكون لديه منافس. منير المحمدي من افضل الحراس من ينافس بونو، وايضا كما تحدث قبل قليل كابتن منير عن المهدي بن عبيد الذي يعتبر من الحراس القادمين بقوه لقياده اسود الاطلس. أعتقد أن التنافسية مفروضة بين اللاعبين حتى يتقدم المستوى ويرتفع المستوى. ياسين بونو وصل إلى مستوى جيد وجيد جدا، من أفضل الحراس حتى في العالم في بعض الأوقات. بالتالي الاحتكاك بحارس مثل ياسين بونو، يعني بن عبيد، الحارس بن عبيد، أعتقد الحارس بن عبيد، يعني لما يحتك مع ياسين بونو في المنتخب مستواه يعني راح يطلع بسرعة وراح يتطور وراح ياخذ شوية خبرة من ياسين بونو. أكيد وأنه ياسين بونو باش يوظف الخبرة اللي اكتسبها للمنتخب، لأنه أعتقد وأنه وقت بالنسبة لي هو باش يحصل يعني لقب مع المنتخب المغربي، باعتبار وأنه شارك في العديد من المباريات، شارك في العديد من الدورات، ويرغب الآن في تحقيق شيء مع المنتخب. أعتقد بهذا الجيل قادر ياسين بونو وأنه يحمل المنتخب لبعيد، خاصة وأنه حارس وقت احنا نقولوا بلغة كرة القدم نقولوا وقت الشدة تلقى حارس اللي يعني في أوقات الضعف تلقى حارس اللي يخليك ما تقبلش أهداف، وإلا يخليك دائما في المباراة موجود. وياسين بونو يتمتع بهذه الخصال في المنتخب المغربي. بالنسبة لمدافعي منتخب أسود الأطلس، رومان سايس، نايف أجرد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، يونس عبد الحميد، شاد رياض، كبير عبقار، ومحمد الشيبي. هذه هي خيارات الركراكي في خط الدفاع. ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز هو من سينافس مع أشرف حكيمي ونصير مزراوي ربما على الظهير الأيمن، لأن نصير مزراوي يستطيع أن يلعب على الجهتين. نعم، نصير مزراوي هو مصاب حاليا، يعني بالضبط. إلزامه تقريبا 4 أسابيع، ولكن تم اختياره لأن ارتأى الناخب الوطني على اساس انه يكون مع المجموعه، لانه ممكن يكون في الدور الثاني ويشارك يعني مع المجموعه. حتى الثقل تاع لاعب من حجم يعني مزراوي كيعطي ديك الشخصيه للمنتخب. هناك غانم سايس اللي هو عميد الفريق، اللي الوجود تاعو مش غير وجود فني ولكن حتى وجود على المستوى الذهني وحتى على مستوى يعني خلق، يعني نقولوا كما كنقولوا الليدرشيب تاع المنتخب المغربي. نايف أجرد المستويات العاليه اللي كيقدمها مع ويست هام يعني يستاهل انه يكون ضمن التشكيل الاساسي. كيبقاو الاثنين هو عبد الكبير أبقار وشادي رياض، فهما لاعبين اثنين هما شباب، لاعبين اللي جايين بقوه، واحد يلعب مع ديبورتيفو الافيس والثاني مع بيتيس. لعبوا تقريبا المباريات كلها في الدوري الاسباني، وكنعرفوا احنا قوه الدوري الاسباني والاحتكاك بتاعهم. فهادو يعني بالنسبه لي مستقبل المنتخب المغربي. وهذا الشيء الجميل في اللائحه، وهو خليط ما بين الشباب وما بين الخبره. فبالنسبه لوليد الركراكي يعني حاول انه يقول لنا بشكل غير مباشر انه
يعني يعد لمنتخب المستقبل في 2030 كما كنقولوا، لانه حتكون كأس العالم. فبالنسبه لي ان جميع اللي يعني تقريبا عطيه الله ما تكلمناش عليه، عطيه الله المستويات اللي كيقدمها مع الوداد من احسن الاظهره الموجوده على المستوى الافريقي، والشيبي راه شفناه في بيراميدز انه ظهير ممتاز، ويعني الكل يعني يستاهل انه يكون متواجد في اللائحه. كابتن وائل، اتحدث هنا عن اشرف حكيمي ومستوى اللاعب مع باريس سان جيرمان المميز للغايه، اللاعب حاليا من اميز اللاعبين، وايضا رومان سايس ونايف اجرد. هذا الاستقرار على خط الدفاع مع ياسين بونو يمنح طمأنينة كبيرة جدا بالنسبة لخط الدفاع بالنسبة لمنتخب المغرب. أكيد يمنح طمأنينة، وكذلك يمنح انسيابية كبيرة. اللاعبين أصبحوا يعرفون جيدا بعضهم ماذا يريدون، كيف يتحركون، متى يستلمون الكرة، متى لا يستلمون الكرة، وهذا مهم جدا في كرة القدم، خاصة لما تكون تلعب بجانبك لاعب أنت فهمه يعني كويس باش تقدر تقرأ أفكاره في وسط المباراة، لأن في وسط المباراة فما قراءة أفكار، قراءة لعب، قراءة يعني كيف تتحول الكرة وكيف تتحول الهجمات وإلا مرتدات. بالتالي أعتقد أنه من المكاسب للمنتخب المغربي هذه الاستمرارية والخبرة اللي اكتسبها الفريق في فترة قصيرة. يعني اللاعبين لما لعبوش كثير مع بعض كابتن، لكن الركراكي بسرعة لقى التوليفة الجيدة للمنتخب المغربي اللي مشى بها لبعيد في بطولة كأس العالم، واعتقد أنه هذه حاجة تحسب له. كذلك الركراكي لا ننسى وأنه له لاعبين كثر خارج المغرب، وهذا من ناحية جيد للمنتخب المغربي ويشكل ضغط على ركراكي. كم من اللاعب الذي ستستدعيه، من اللاعب الذي لا تستدعيه، هذا جيد بالنسبة للمنتخب ولكنه غير جيد بالنسبة للمدرب. نتحدث أيضا الآن عن وسط الميدان وعن الهجوم. نتحدث عن وسط ميدان فيها ميرل تشارلسون وسفيان مرابط وأسامة العزوزي وأملاح والخنوس وأوناحي وإسماعيل سيباري وأمين حارج، يوسف نصير، أيوب الكعبي، طارق تيسوداري، حكيم زياش، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي وسفيان بوفال. هذه هي الأسماء التي اختارها للوسط وللهجوم، والجميل فيها أنها خليط ما بين الشباب وما بين التوابت تاع الفريق، لان لما كتشوف المرابط عز الدين أوناحي وأملاح هادو من التوابت تاع المنتخب المغربي، ولكن جنبهم أسامة العزوزي وأمير ريتشاردسون. فهادو يعني بالنسبة للمنتخب مستقبل، يعني المنتخب المغربي يعني حتى الرسمية بتاعهم، أو ما نقولوش الرسمية، نقولوا أنهم تواجدهم في اللائحة فهي كانت مش مجاملة، ولكن ما نساوش بأنهم أخذوا كأس الإفريقيا لأقل من 23 سنة، هم أبطال. فعندنا 6 لاعيبة من المنتخب الأولمبي داخلين في اللائحة، فهذه أشياء تحسب لوليد على أساس أنه أول شيء حاول أنه يخلق يعني نقولوا احنا جسر ما بين المنتخب الأول والمنتخب لأقل من 23 سنة، وهذه شيء مهم كثير يعني في المستقبل يعني ديال المنتخبات، لأن لما تخلق جسر ما بين المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول فأنت يعني عندك نظرة استشرافية للمستقبل، وهذا شيء جميل. بالنسبة للمهاجمين توابت معروفة، نصيري، حكيم زياش، أمين عدلي، سفيان بوفال، ولو أن كيبقى كما قلت لك في الأول علامة استفهام على سفيان بوفال، لأن بوفال أول شيء نقص في المباريات وكان مصاب، لأنه كان مصاب وسوى يعني عملية، بعدين جاء يعني إلى درجة أنه الريان عملوا قيد آخر، جابوا لاعب آخر مكانه، بعدين رجع يلعب في المباريات اللي هي مباريات أوريدو، ما لعبش في الدوري كثير، يعني حيكون عنده يعني المباريات أقل، ما تكونش التنافسية يعني كثيرة، ولكن كي تعتبر سفيان بوفال من التوابت، لأن كرة القدم مش هي غير المستطيل الأخضر، في أشياء أخرى واللي هي مهمة في البطولات المجمعة، وهو الجانب الذهني والجانب يعني كما كنقولوا الأسري تاع الفريق، لأن قوة المنتخب المغربي في كأس العالم كان هو الجانب الأسري، أو كما كنقولوا احنا في المغرب العائلة، لأنه الفريق منتخب زي العائلة بالضبط. فهذه كانت هذا هو القوة ديال المنتخب المغربي، وكي تعتبر بوفال من اللاعبين اللي هما من الثوابت اللي كيخلقوا ذاك الجو العائلي، واللي كيحاول أنه حتى عنده دور خارج
يعني رقعة الملعب مع اللعيبة، يتكلم مع اللعيبة الشباب، يحاول أنه يخلق حتى الأجواء الصحية يعني منتخب كابتن منير، أريد منك أن تتحدث عن هذه القائمة بشكل تكتيكي، كيف ترى شكل المنتخب تكتيكيا بهذه اللاعب؟ هو كيبقى لما كنتكلموا على التكتيك كيبقى على حساب المباريات، لان الدور الاول والمجموعه تنزانيا زامبيا، المجموعه انت مفروض عليك تسوي، انت اللي حتسوي يعني اللاعب، لان انت اللي غدير الجيم، لان انت اللي حتبادر، لانك انت اللي مطالب انك تفوز، مش مع احتراماتني لتنزانيا ولا، لانك انت مرشح فوق العاده، يلزمك تسوي يعني شغل. فبالنسبه لي كيبقى طريقه اللعب لما كنقولوا 4-1 اللي كيلعب بها يعني وليد الركراكي اقرب، ولكن ما تنساش لان لو كنقولوا 4، لان الاغلبيه كيقول 4-1 فهي يعني دفاعيه، هي مش كيبقى التنشيط تاع طريقه اللعب هو اللي كيلعب الدور كبير، لان ممكن ان نلعب بهذه الطريقه ولكن بتنشيط هجومي، تكون عندي دائما كثافه عدديه على جميع رقعه الملعب، يكون عندي تنشيط، يعني نكون انا ضاغط على الفريق الخصم. فهذه اشياء ممكن نشوفوها، وممكن ان يغير من طريقه اللعب، لانه ممكن يلعب ب4-3-3، ممكن يلعب ب4-2-3-1، لانه عنده جميع العناصر اللي ممكنها تلعب اي طريقه لعب. بالضبط. فهذه هي قوة اللائحة تاع وليد الركراكي. لديك تعليق على اللائحة وائل؟ أعتقد أنه يعني في خط الوسط نعتبر أنه أناحي اللاعب المفاجأة اللي كان في كأس العالم هو اللي صنع الفارق في المنتخب المغربي، أكيد مع مرابط، مع بوفال، مع زياش، لكن هو كان اللاعب الغامض، اللاعب اللي ما كانوش يشوفوه كثير ناس، ما كانوش يتوقعوا ذاك المردود. وفي يعني يمكن كما قلت لك يعني ما نحبش نكون من منتقدين ولا شيء يعني قبل بداية الدورة، ولكن أعتقد أن المهاجم حمد الله كان يستحق الدعوة، باعتباره أن يؤدي جيدا مع الاتحاد، لعب كثير مباريات، يسجل في أهداف، يعني أعتقد أنه كان يستحق مكان في هذه المجموعة. لكن وليد الركراكي قال إن هذه القائمة لا تستحق المجاملة. الآن نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.